الساعة 12 الظهر بيتفاجئ عم رمضان بخبط جامد على باب بيته، ولما بيفتح الباب بيلاقي بهاء ابن اخوه وجوز سارة بنته في نفس الوقت، وكان شكله مرعوب وبيصرخ وبيقول له الحقني يا عم رمضان، انا بخبط على باب البيت على مراتي وعيالي ومحدش بيرد فيهم. عم رمضان بيقول لابنه تعالى يا عادل نشوف اختك جرالها ايه، وفعلا بيروحوا هما الاتنين ومعاهم بهاء على الشقة وبيكسروا باب الشقة. وهنا كانت الكارثة اللي كشفت ليهم مفاجآت مرعبة جدا. لو عايز تعرف التفاصيل وتفهم كل اللي حصل تابع معايا في الموضوع من اوله. الحكاية بدأت سنة 1990 لما اتولد بهاء محمود في قرية بسيطة اسمها السرسي في السنبلاوين بالمنصورة، ومن صغره هو بيروح مع ابوه في ورشة النجارة بتاعتهم، فتعلم المهنة وكان محترف جدا في النجارة. ولما كبر عمل الورشة بتاعته واتعرف ان هو اشطر نجار موجود في المنطقة، بيعمل كل الموبيليا وكل الناس واثقة في شغله. وفي الوقت ده ابوه الحاج محمود قرر انه يخطب له سارة بنت اخوه الحاج رمضان، وقرب فتحة مع اخوه عشان ابنه يكون مع بنت عمه ويحافظ عليها، لكن ما كانوش يعرفوا ان هو هيكون السبب في نهاية حياتها بالطريقة البشعة دي. المهم بهاء اتجوز سارة زي ما اهلها كانوا عايزين، وبدأوا حياتهم مع بعض وكانوا كويسين جدا. المهم ان ربنا رزقهم بولد جميل وسموه اسلام، وزاد ساعتها الترابط والمحبة اكتر ما بينهم. وبعد سنتين 3 ربنا رزقهم ببنت تانية سموها منى. وبالرغم ان حالتهم المادية كانت بسيطة وورشة النجارة بتاعت بهاء بتجيب رزق على قد الايد، لكن حياتهم كانت ماشية، وسارة ساعتها كانت راضية بحالها وكانت بتحاول بكل الطرق تخلي بالها من بيتها وعيالها وترضي جوزها اللي كان عصبي جدا، وكان كل ما يرجع البيت بيتخانق مع سارة على حاجات تافهة جدا. وكان ممكن ان هو يتخانق مع سارة اول ما يرجع من الشغل على الغدا وعلى حاجة بسيطة، وكان كل خناقة لازم يزعق فيها ويشتمها ويضربها قدام عيالها. فكانت ساعتها سارة المسكينة تروح تشتكي لابوها ولامها، وكانت بتقول لهم ان هي ما كانتش عايزة تتجوز بهاء لان هي مش بتحبه، لكن هم اللي غصبوها على الجوازة دي بعد ما ابوها وعمها قروا فتحتهم زمان وهم صغيرين، وكلمة من امها على كلمة من ابوها، وبدأوا ان هم يهدوها عشان ترجع على بيت جوزها تاني. فكانت الام ساعتها بتقول لها استحملي عشان بيتك وعيالك، وابوها كان بيقول لها ان هو هيروح لجوزها في الورشة عشان يتكلم معاه لان هو ابن اخوه وليه كلمة عليه. فكانت الزوجة المسكينة بترضى بالواقع وبترجع على بيت جوزها، لكن هو كان بيستقبلها بطريقة قاسية جدا وكان بيزود كرهها ليه. بس نظرة واحدة من عيون عيالها اسلام ومنى كانت بتخليها تنسى كل حاجة، وبتدخل الشقة وتحضنهم وكانت بتهزر وتضحك ولا كأن في اي حاجة، وكانت بتعدي الامور عشان خاطر بيتها وعيالها. لكن طبعا كل خناقة والتانية كان بهاء بيزعق لها ويشتمها ويضربها زي العادي، وهي كانت بتستحمل عشان خاطر عيالها. بس هي في الحقيقة كانت بتقول من وقت للتاني ان حياتهم كده مش هتنفع ولازم ان هم ينفصلوا عن بعض بكل هدوء عشان خاطر الاولاد. لكن بهاء ما كانش بيهتم بكلامها على قد ما هو بيتضايق عشان خاطر عايزة تسيبه، وبدل ما بيحاول ان هو يحسن معاملتها معاه ويحببها فيه كان بيتخانق معاها اكتر وبيجبرها ان هي تسمع كلامه. وطبعا من كتر العنف معاها وصل لدرجة ان هو يتخلص منها، لكنه كان خايف ان هو يتقبض عليه، فقرر ساعتها ان هو يشتري جوانت تقيل عشان يخفي بصماته. وفي يوم من الايام بهاء طلع على شغله الصبح كالعادة، ورجع على البيت في الظهر عشان ياكل لقمه ويرجع على ورشته كالعادة. لكن اللي حصل في اليوم ده غير كل حاجة ودمر اسرته تماما. خلينا دلوقتي نشوف ايه اللي حصل. في يوم 13 يناير 2024 كان بهاء راجع من شغله وطلب ساعتها من مراته ان هي تحضر له الاكل، وساره ساعتها عملت له الاكل. وكالعاده بهاء عمل مشكله معاها وفضل يزعق فيها، وساره قالت له انها خلاص مش قادره تستحمل العيشه دي معاه وانها عايزه تروح بيت ابوها عشان يطلقوها منه. وساعتها بهاء قرر ان هو ينفذ الجريمه بتاعته، ولبس ساعتها الجوانت اللي اشتراه وخنق مراته ساره بقوه لحد ما ماتت المسكينه في ايده. المشكله ان لما نفذ الجريمه بتاعته وتاكد ان هي ماتت لقى عياله الاتنين اسلام ومنى واقفين على باب الاوضه وشافوا كل اللي حصل لامهم وكانوا مرعوبين جدا وصرخوا باعلى صوت. لكن الاب جرى عليهم وبدل ما هو يحاول ان هو يهديهم موتهم هم كمان وخنق اسلام ومنى بايده، وما رحمش طفولتهم ولا ان هم ضعفاء وما يقدروش عليه. وبكده يكون بهاء خلص على اسرته كلها. بس المرعب اكتر هو اللي هيعمله بعد كده، لانه هيسيبهم كلهم ميتين على الارض ويخرج من بيته، وبيروح فورا على بيت عمه رمضان ابو ساره وبيعمل تمثيليه عليهم. فبيخبط على باب بيت عمه وهو بيعيط وبيصرخ، بيقول له الحقني يا عمي، انا عمال اخبط على البيت ومحدش من الاولاد ولا ساره بيرد عليا، وانا قلقان عليهم لا يكون الغاز اتسرب او تعرضوا للسرقه.
طبعا عم رمضان وابنه عادل بياخدوا بهاء وبيجروا على البيت علشان يشوفوا ايه اللي حصل لساره واولادها، واول ما بيوصلوا بيكسروا باب الشقه على طول، وساعتها بيلاقوا الكارثه، منظر مرعب جدا، ساره واولادها ميتين على الارض من غير اي رحمه، وساعتها على طول بيشيلوهم وبيودوهم على مستشفى المنصوره. وطبعا ما كانش حد متوقع ان بهاء هو اللي عمل الجريمه البشعه دي، وهم كانوا ماشيين على احتمال ان الغاز يكون اتسرب وهو اللي خنقهم، لكن لما ودوهم المستشفى عشان يحاولوا يسعفوهم، لكن للاسف كلهم ماتوا خلاص. لكن الدكتور قال لهم ان سبب الوفاه هو جريمه قتل واعتداء جسدي بالضرب، وفورا بلغوا الشرطه عشان يعرفوا مين القاتل. وطبعا طول الوقت ده بهاء عامل نفسه مصدوم ومش عارف اي حاجه، لكن لما الشرطه جت وعملت تحقيقات سالوا جيران المجني عليهم، وهنا كانت المفاجاه اللي ما كانش متوقعها بهاء، وده لان الجيران قالوا ان هم سمعوا خناقه جامده جدا بين بهاء وساره، لكنهم فجاه لقوا ان الاصوات سكتت تماما وافتكروا ان الخناقه خلصت. لكن واحده من الجيران شافت ان بهاء خارج من بيته بسرعه وكان شكله متوتر. طبعا بهاء ما كانش عامل حساب الخطوه دي وما كانش عارف ان في ناس سمعته وشافته، فساعتها الشرطه بتقبض عليه وبتتهمه بقتل مراته واولاده. وفي البدايه بهاء بيحاول ان هو ينكر التهمه، ولما الشرطه بتواجهه بكلام الجيران بيتفاجئ، وساعتها بينهار وبيعترف على طول ان هو اللي قتل مراته وعياله، وبدا يعترف بكل حاجه، وان هو اشترى جوانتي مخصوص علشان ينفذ الجريمه دي، وان هو كان عايز يخلص من مراته لانه شايف ان هي مش بتحبه. والشرطه ساعتها اخذت اداه الجريمه اللي هو الجوانتي وخلت بهاء يمثل الجريمه اللي هو ارتكبها بالظبط علشان يضيفوها ساعتها لمحضر القضيه. وبعد اعتراف بهاء بنفسه بيتحدد له ميعاد في المحكمه عشان يصدر الحكم عليه، وساعتها القاضي بيساله ايه السبب اللي يخليك تقتل مراتك وولادك بالطريقه البشعه دي؟ فرد عليه بهاء وقال له ان هو ما كانش في وعيه وما كانش عارف بيعمل كده ليه. والمحكمه حكمت عليه بالاعدام لان هو قتل مراته ساره واولاده الاثنين اسلام ومنى بصدق الاصرار والترصد، عن طريق ان هو اشترى جوانتي اللي نفذ بيه الجريمه. لكن المحاميين بتوع بهاء قرروا ان هم يعملوا استئناف علشان يخففوا الحكم من عليه. وهنا كانت المفاجأة، لان في محاكمة الاستئناف حصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان بهاء طلب ان هو يتكلم مع القاضي ويدافع عن نفسه. ولما القاضي سمح له بالكلام بدأ بهاء ان هو يغير في كل اعترافاته، وقال لهم ان مراته ما كانتش بتحبه وكانت بتمتنع ان هي تديله واجباته الشرعية، وطول الوقت كانت بتزعق فيه وكانت بتضربه قدام العيال. مش بس كده، ده كمان انكر ان هو قتلهم، وقال للقاضي ان مراته اكلت اولاده اقراص من اللي بتسمم، وبعد ما اتاكدت ان العيال ماتوا هي كمان اخدت قرص من اللي بيموت وبلعته عشان تموت نفسها. فكان مصدوم ومش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، علشان كده ما كانش عارف يقول حاجه قدام الضابط. وبعد ما شاف الجثث جري على بيت عمه عشان يستنجد بيه، لكن هو ما قتلهمش ولا حاجه لان هو راجل نجار وعايش طول حياته في حاله. وبدا يقول للقاضي ان هو زعلان عليهم جدا عشان هو بيحب مراته وعياله، لكن مراته قتلت نفسها هي والعيال لانها كانت عايزه تخلص من العيشه معاه وما كانتش بتحبه، بس هو كان صابر عليها لانه بيحبها وبيتحمل كل الضرب والشتيمه والزعيق عشان خاطر الاولاد. ساعتها ام ساره اتدخلت وقالت للقاضي في المحكمه ان بنتها ساره كانت بتيجي تشتكي من معاملته القاسيه معاها، وكانت ام ساره بتقول لها ان هي لازم تستحمل عشان خاطر عيالها وبيتها، وانه كان بيضربها جامد وبيتخانق معاها طول الوقت. ساعتها بهاء قرر ان هو يعمل اندل حاجه ممكن تتوقعها، وهو انه يخوض في سمعه مراته الميته. وبيقول للقاضي ان زمان كانت مراته بتشتغل في مصنع، وبعد ما اتجوزت وهي المفروض انها سابت الشغل كانت بتقابل واحد زميلها المفروض كان شغال معاها في المصنع، وانها كانت بتقابله من ورا جوزها وكانت بتخونه معاه. لكن ام ساره ساعتها كذبت كل ده وقالت ان هي ما تعرفش غير جوزها، وكل اللي بيقوله بهاء ده كذب لان هو عايز يبرأ نفسه. فالقاضي بيسأل بهاء انت ليه ما قلتش الكلام ده في النيابه او في المحكمه اللي حكمت عليك بالاعدام اول مره؟ فبيقول له بهاء ان هو كان بيتعرض للضرب والاهانه في الاسم والنيابه، وهم اجبروه ان هو يقول الكلام ده ويعترف على نفسه بجريمه هو ما عملهاش. طبعا دي لوحدها جريمه تانية لان هو بيضلل العداله. فبيسالوا القاضي عن الطريقه اللي مثل بيها الجريمه بالدقه دي، وساعتها بهاء بيبدا يتوتر في الكلام، فبيفضل يقول للقاضي ان هو راجل بسيط وعايش في حاله، وانهم هما كمان قالوا له في الاسم على الطريقه اللي يمثل بيها. وكان دايما لما القاضي يوجه لبهاء سؤال كان بهاء بيرفع المصحف قدامه وبيقول له ان هو نجار وراجل بسيط وعايش في حاله طول حياته والناس كلها عارفه اخلاقه. فالقاضي قال له ان الجيران اصلا هي اللي شهدت عليك.
فكان بهاء بينفي التهمة عن نفسه وبيقول ان هو ما قتلش ولا عياله ولا مراته. ساعتها القاضي عرف ان بهاء بيكذب وقال له ان هو يبعد المصحف عن كلامه لانه عارف ان هو بيكذب. ولسه الاستئناف شغال في القضية، ومن الواضح ان حكم الاعدام هيتنفذ على بهاء. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر ايه الحكم المناسب لواحد بالجبروت ده؟ ما اكتفاش ان هو يقتل مراته واطفاله الصغيرين، لا ده كمان بيحاول ان هو يشوه سمعة مراته بعد ما ماتت. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.